نرجع ل9 فبراير 1946، يوم الحركة الطلابية في مصر، لما حشدت الطلاب في جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة حاليا، وقرروا اللي هم يخرجوا في مظاهرات كبيرة جدا من الجامعة لقصر عابدين حيث وجد الملك، مطالبينه بإنهاء الاحتلال وتوقيع الاتفاقية اللي احنا ماضيين عليها دي نفعلها، وفي نفس الوقت رحيل كل الجنود من مدن القناة. وهم في الطريق متجهين من الجامعة إلى كوبري عباس. كوبري عباس ده اللي كان بيصل ما بين ساعتها القاهرة والجيزة، ما كانش فيه غير كوبري عباس. يحاصرهم الشرطة المصرية في الناحيتين، وطبعا يعني بدافع وواعظ وأوامر من سلطات الاحتلال، بس هم ما ظهروش في الصورة. يأمروا الشرطة المصرية اللي هي تفتح الكوبري على المنتصرين.